اهلا بيكم في حلقة جديدة هقول لكم فيها عن ازاي تروح امريكا لو انت مش قادر تستنى اللوتري وما عندكش صبر وعايز تروح دلوقتي. طيب، لازم نبقى عارفين ان اللي انا هقوله مش شرط هو اللي يحصل معاك. بمعنى يعني التجارب اللي حصلت مع غيرك مش شرط ان هي تحصل معاك، ولكن انا هقول لك تجارب الاخرين وفي نفس الوقت هديك حلول زي ما نكون كده بندردش مع بعض، يعني عارف. دردشة كده كأنك قاعد معايا بالظبط بنتكلم. طيب، اول طريقه ممكن تعملها هي عن طريق فيزا السياحه، فيزا بي 1 بي 2 لو انت متجوز او لو انت متجوزه. بتاخدي فيزا بي 2. لو انت مش متجوزه او لو انت مش متجوز بتقدم على فيزا بي 1 اللي هي اسمها الفيزيتنج فيزا. ليه سموها بي 1 انا مش عارف الصراحه، ولكن هي بتاخد استماره. بتمضي الاستماره بتخلصها، يعني بتبقى تمن الاستمارة $160. حتى لو ما اتقبلتش وكده بتحط لهم فيها البيانات بتاعتك وانت بتشتغل ايه، والبيانات يعني العادية، يعني البيانات الرئيسة. وكده كده انت هتتسأل فيها يعني جوه في المقابلة، لانك بعد ما تمضي الاستمارة دي او بعد ما تخلصها هيبقى في مقابلة طبعا سفارة، وهتتكلم انت بقى فيها كل ده وهتبقى اعمق. طيب، هل شرط ان انا عشان احصل على الفيزا البي 1 بي 2 لازم ابقى عندي حساب بنكي؟ الحقيقة هو لازم، بس في الغالب يعني هما ما بيسألوش عليها، يعني بنسبة مثلا 70% ممكن ما تتسألش عليها أصلا جوه. يعني هو آخره هيسألك هل أنت قادر على السياحة؟ أنا قادر على السياحة. طيب، المشكلة كلها مش في المقابلة. عديت المقابلة يا عم، اداك تأشيرة أمريكا سنة مثلا ولا 3 سنين، خدت التأشيرة الفيزيت، هي بتبقى في الغالب يعني بتبقى سنة، خدت تأشيرة إن أنت تروح أمريكا سياحة. المشكلة كلها هتبقى فين؟ في أمريكا. أنا ركبت الطيارة خلاص، وصلت أمريكا، وصلت على الأراضي الأمريكية دلوقتي. المشكلة هتبقى فين بقى؟ المشكلة هتبقى في المطار، إن هما ممكن ما يعدكش في المطار. ضابط الهجرة أو ضباط الهجرة اللي في أمريكا بيبقوا في منتهى السخافة يعني. يعني ممكن يوقفك كده يقولك تعالى لي كده، أنت جاي أمريكا تعمل إيه؟ جاي سياحة. جاي تقعد قد إيه؟ أسبوع مثلا. طيب، معاك حجز أوتيل إن أنت هتقعد أسبوع؟ لا مش معايا. طب مش معاك، لففوه رجعوه ورا. في منتهى الغتاتة يعني. طيب، معايا حجز اوتيل اهو، حجز الاوتيل اهو وريتهولك. لازم هيسألك عليه طبعا، هيقولك وريه. طيب، معاك كام؟ معاك كام في جيبك؟ معايا $1000. $1000 وجاي تقعد اسبوع؟ لففوه ورجعوه على بلد. ده اللي هيحصل. طب معاك كام يا عم؟ جاي اقعد اسبوع، ادي 4000 5000 دولار. والله في الحالات اللي زي دي ماشي. معاك تذكرة عودة؟ معايا تذكرة طيران عودة حتى لو مزيفة. اللي انا جاي اقول لك عليها ان انت ممكن تعمل تذكرة وهمية للعودة. يعني الشركة بتاعت السياحة اللي انت هتعمل عندها الكلام ده، تقول لهم انا طالع، ويعني يعملوا لي عودة وهمية وكده، يعملوها لك عشان بس تعرف تخش بيها، يعني الكلام ده بيتعمل. طيب، انا مثلا من اي دولة مثلا زي الجزائر، تونس مثلا، وعايز اروح امريكا ومش قادر استنى اللوتر. طيب والله عندي الموضوع ده. اول ما هتخش من المطار هتقدم لجوء، واللجوء هيتوافق عليه عادي، مفيش اي مشاكل، اللجوء بتاعك هيتوافق عليه. هتخش عادي تقول لهم انا بتأذي في بلدي. شو يا عم، شوف محامي يا عم لو ما عندكش سبب. شوف محامي اديله مثلا، اديله في الاول $2000، $2500، والباقي هتقسطهم له على مدار شهور، يعني عقبال ما يكون طلع لك الورك بيرميت اللي هو حق العمل. وهتتقضى يعني، مش صعبة زي ما انت متخيل. الدولة اللي انت فيها مش هي العائق اللي قدامك يعني. يعني هو في دول ممنوعة ان هي تروح امريكا تقدم على اللجوء، بس مش منها الدول العربية بتاعتنا خالص، يعني احنا في امان ما تقلقوش. الدول العربية اغلبيتها بتاعتنا يعني مصرح لها ان انت تروح امريكا تقدم لجوء. ما عندكش سبب كافي عايز اقعد في امريكا، زي ما قلت في فيديوهات، ارجوك روح تابع الفيديوهات اللي فاتت. هتروح للمحامي، ودي شغلة المحامي، هو اللي هيطلع لك حاجة من عنده. اسمه لجوء انساني مش لجوء سياسي. ما تدخلش نفسك في قصة تانية. قول له انا عايز اقدم على لجوء انساني وطلع لي انت سبب وكده. طبعا هتعرف ازاي الكلام ده عن طريق محامي هيبقى سمعته كويس. طب محامي سمعته كويس هعرفها منين؟ يا اما من النت حد يكون شكر فيه والريفيوهات بتاعته حلوة، يا اما حد معرفة عمل الموضوع ده. ومش لازم يعني، في محاميين عرب بيبقوا كويسين جدا وهيتعاطفوا معاك، ولو مش معاك المبلغ في الاول ممكن يقسطوه لك على الطريقه اللي انت تحبها يعني. فالدنيا مش صعبه خالص زي ما انتم متوقعين او زي ما انتم خايفين. هي الدنيا في امريكا سهله جدا. انت مجرد ما يطلع لك بس كارت الاقامه، هتبقى دي المعاناه. يطلع لك الكارت الاخضر اللي هو الجرين كارت، ساعتها انت كده حياتك ارتاحت يا معلم، انت كده نقلت دنيا تانية خالص.
انت زي ما بيقولوا كده يعني حياتك اللي جايه كلها نايم على السرير. آه، كله في المتناول، اي حاجه انت عايز تعملها الشغل هتلاقيه بالمرتبات اللي انت عايزها. شغل في مجالات معينه هتلاقي شغل في المجالات اللي انت عايزها، مفيش اي مشكله مهما كان سنك على فكره. اهم حاجه تبقى معدي 18 سنه. الدنيا سهله جدا. عايز تشتغل في ايه مثلا؟ عايز تشتغل في التلفزيون، اشتغل في التلفزيون. عايز تعمل افلام، تمثل في افلام، مثل في افلام. الدنيا قدامك متاحه جدا. يعني مفيش اي عائق هيقف لك خالص. اللي انت عايز تعمله بتقدم عليه، بتعمل بروفا، طبعا بيبقى مقابل مادي بسيط يعني عشان يعملوا لك البروفا. ايا كان يعني، انا مش عارف كام، بس هيطلبوا منك ايه 60 70 دولار ادفعهم. اه، ال 60 70 دولار دول شغل ساعتين في امريكا عشان تبقى عارف، بس شغل يعني لو انت مقضيها بهلوانات ومش عارف ايه، هتبقى ال 60 70 دولار دي شغل 4 ساعات في امريكا بالكتير يعني. ده انت لو بتشتغل اي كلام. في امريكا انت ممكن في اليوم تعمل لك من 100 ل 150 دولار في اليوم الواحد، انت متخيل؟ فعشان كده بقول لك الدنيا هناك سهله جدا. في كل الولايات يعني مش في كل الولايات قوي يعني، بس هتعمل لك مبلغ ابن لذينه يعني. يعني لو في ولايه تعبانه ممكن تعمل لك 70 80 دولار في اليوم يعني. انت لو في كارولاينا يا جدع، اللي هي الفلاحين خالص، هتعمل فيها الكلام ده. ولعلمك مش معنى ان هم فلاحين ان هي وحشه خالص، لا بالعكس، هي بس تبقى مناطق ريفيه كلها جناين كلها خضره. المناظر الطبيعيه اللي بتشوفها يعني. مش فلاحين اللي هو زي ما انت متخيل يعني هتبقى منطقه مش حضاريه وفيها قلق والكلام ده والمستوى مش هيبقى كويس. لا خالص، على فكره المستوى بيبقى كويس جدا ومناطق هايله جدا ممكن تعيش فيها. يعني ممكن تعيش فيها وتريح تريح دماغك يعني كمان. آه، كنت عايز اقول ايه؟ فعايز اقول لك انت مهما كنت عايز تروح امريكا ما تخافش. ولو انت عايز تروح بجد وحاطط الموضوع في دماغك، هتدور على كذا طريقه. وانا بقول لك خش على الموقع بتاع السفاره بتاع بلدك، وخش هتلاقي مكتوب كلمه فيزاز اللي هي تاشيرات فيزاز، وتشوف ايه الفيزا اللي انت ممكن تاخدها. وهيبقى يعني قايل لك الشروط بتاعتها والمطالب بتاعتها والاسعار بتاعت كل حاجه. فانت كل اللي عليك ان انت لو دي مش هتتناسب معاك او عايز طريقه تانية تكون ارخص، بس هي ارخص حاجه عشان اقول لكم موضوع اللوتري، الهجره العشوائيه، الدي في لوتري، هي ارخص طريقه للهجره لامريكا. انت ب 330 دولار انت رحت امريكا، انت متخيل؟ لو حكايه السياحه دي، عشان اقول لك بس عشان ما تروحش امريكا تنام في الشارع. انت بالميت عايز لك ايه مثلا؟ بالميت يعني عايز لك ما يقلش عن 6 7000 دولار. ده انت يعني لو عرفت تجيب اكتر جيب اكتر يعني، بس انا بقول لك ده الرينج ده قليل جدا كمان 6 7000. يعني عشان تروح مرتاح وتضمن انك مش هتنام في الشارع، انت محتاج 10 11 الف دولار علشان تروح امريكا تعيش كويس يعني. لو هتروح تقدم على لجوء، هتروح سواء سياحة، علاج، دراسة يمكن ارخصهم شوية. ولكن اغلى حاجة البي 1 بي 2 اغلى حاجة يعني. يعني هتبقى محتاج فعلا ان انت تاخد لك 10000 دولار. وارجوك افهم كلامي صح. انت في المقابله بتاعه السفاره هتكلفك عشان تمضي الاستماره 160 دولار بعد ما هيدوك الفيزا. هيبقى في المبلغ ده بيبقى متغير، ما بيبقاش ثابت يعني، على حسب الحاله بتاعتك. وبيفرق من بلد لبلد. فانا مش عارف هو بيبقى كام بالظبط الصراحه عشان ما افتيش، ولكن هو بيبقى ثمنه مش غالي. هو الثمن الغالي هيبقى في المطار، ان انت محتاج 4 5000 دولار عشان يدخلوك من المطار سياحه بس. لان زي ما قلنا ضباط الهجره بيبقوا رخمين جدا وفي منتهى السخافه يعني. هيقف عشان يشوف كل تفصيله معاك، ووريني لبسك. طب يعني ليه كده؟ الدنيا ابسط من كده. لا هم عندهم لا، يقول لك احنا مش عايزين اصلا حد يجي لنا بالطريقه دي، وهو بيبقى خايف لحسن تكسر فيزا يعني. بس انت مهما كلمته هو مش هو حافظ مش فاهم. لان كسر الفيزا في امريكا مشهور قوي، هم ما بيحبوش هم بيحاولوا يقضوا دلوقتي عليه. آه، في قدامك الفرص الكتير دي ان انت تروح امريكا. لان زي ما بقول لك كده، في امريكا عندها كام 50 ولايه ب 50 تاشيره. في 50 طبعا حاجات دبلوماسيه وحاجات كده انا مستحيل ابقى عارفها يعني. انت ممكن بقى تخش على الموقع زي ما قلت بتاع السفاره، وتكتب فيزاز، وده هيطلع لك كل التاشيرات اللي انت عايزها، كل التاشيرات. بس كده. الدنيا سهله. انا قلت لك اهو الحلول. انت ممكن تروح سواء دراسه، ممكن تروح سياحه، ممكن تروح علاج، ممكن تروح ايه كمان في فيزات دبلوماسيه وحاجات كده، مؤتمرات انا برضه مش عارفها، بس دور عليها برضه في الموضوع اللي انا قلت لك عليه في الموقع بتاع السفاره. أم، بس كده. لو مش عامل لايك اعمل لايك. لو مش عامل شير اعمل شير لحد يعني يكون محتاج الفيديو.
لو مش مشترك في القناة ليه يعني؟ اشترك في القناة، يعني مش هتخسر اي حاجة انك تشترك في القناة، بالعكس يعني. ده هتتابع بقى، هتبقى معانا بقى، هتبقى معانا خلاص كده. يعني اي فيديو جديد هيوصلك وكل حاجة جديدة هتوصلك. يعني مش هقول لك فعل الجرس عشان في ناس تحبش تعمل كده، انا مش عارف ليه، ولكن اشترك في القناة، يعني هيطلع لك برضو الفيديوهات الجميلة اللي انت مستنيها. بس الفترة اللي جاية هيبقى فيه كل الفيديوهات اللي انتم مستنيينها، ولكن اي فيديو عايزه اكتب لي في الكومنتات. يلا اشوفكم الفيديو اللي جاي. السلام عليكم.